مش كل طفل اتأخر في الكلام يبقى عنده توحد، ومش كل طفل اتأخر في النطق يبقى طبيعي. طيب نفرق ازاي؟ امتى نطمن وامتى نقلق؟ انا دكتور يوسف، استشاري طب الاطفال والمتخصص في امراض التطور عند الاطفال، وفي الحلقة دي هقول لكم بشكل بسيط وواضح ايه الفرق بين تأخر الكلام الطبيعي وعلامات التوحد اللي لازم ناخد بالنا منها. أول حاجة لازم نفهمها وهي إن تأخر النطق معناه إن الطفل مش بيستخدم كلمات زي الأطفال اللي في سنه. يعني مثلا الطفل عند سن سنة ونص أو 18 شهر المفروض يكون بيقول حوالي 10 كلمات مفهومة. عند سنتين يبتدي يركب كلمتين على بعض يعبر بيهم عن حاجة زي بابا جه أو ماما تعالي. عند سن 3 سنين المفروض الطفل يكون بيقول جمل قصيرة على الأقل مفهومة للأهل، زي مثلا ماما خديني معاكي، انا عاوز العب. تأخر الكلام بقى هو ان الطفل ما حققش التطورات دي في المواعيد الطبيعية. ولو الطفل بيفهم اللي حواليه، بيتفاعل معاهم، بيشاور، بيقلدك حتى لو كلامه قليل، غالبا ده تأخر نطق بسيط ومحتاج دعم لغوي اكتر. التوحد بقى مش مجرد تأخر في الكلام، التوحد بيأثر على 3 مجالات رئيسية في تطور الطفل. اول حاجة وهي التواصل. الطفل هنا مش بيتواصل لفظيا، يعني مش بيطلب احتياجاته عن طريق الكلام ولا عن طريق الإشارة ولا التلويح، يعني ما بيشاورش، ما بيعملش باي باي، وإنما يا إما بيستخدم لغة غير مفهومة، أو بيستخدم الصراخ أو البكاء، أو بيستخدم اللي احنا بنسميه الهاند ليدنج، إنه ياخد إيد الأم أو الأب يوديهم المكان اللي هو عاوزه. كمان في مشكلة في التواصل الغير لفظي اللي هو التواصل عن طريق لغة العيون. الطفل ده مش بيبص في عينيك لما تكلمه، مش بيبص لك وانت بتلعب معاه او انت بتحاول تتواصل معاه. تاني مجال من مجالات التطور اللي بتتأثر عند الأطفال اللي عندهم توحد هو التفاعل الاجتماعي. يعني الطفل ده ما بيحبش يتفاعل مع الآخرين بالشكل اللي احنا متوقعينه من الأطفال اللي في سنه. يعني مش مثلا بيفرح لما يشوف أهله، ده مش طبيعي إن يكون موجود في طفل عنده سن 3 سنوات مثلا. أو مش بيحب يشاركك اهتماماته، بيلعب بحاجة ما بيجيبش اللعبة ويشاركها معاك. الطفل ده ما بيحبش يلعب مع أطفال تانيين، وفي بعض الأحيان ما بيتقبلش أصلا وجود أطفال تانيين جنبه، يا إما بيزقهم بعيد يا إما هو بيمشي ويسيبهم. ثالث مجال من مجالات التطور اللي بتتأثر عند الأطفال اللي عندهم توحد هي السلوكيات. الطفل بيكرر حركات معينة باستمرار، زي إن هو يهز نفسه باستمرار أو يحرك إيده بشكل معين لما يكون فرحان بحاجة. الطفل يحب يجري في دواير باستمرار أو بيلف حوالين نفسه باستمرار. أنا هنا مش بتكلم على الطفل اللي بيعمل كده مرة ولا 2، أنا بتكلم على طفل ممكن يقعد يعمل كده ساعة متواصلة. الطفل بيرتب الألعاب بتاعته بطريقة نمطية جدا، يعني كل يوم نفس الألعاب بتترتب بنفس الشكل في نفس المكان. الطفل بيتعلق بروتين بشدة وبيزعل جدا جدا لو الروتين ده اتغير، حتى لو التغير ده المفروض يسعده كطفل. يعني مثلا انت بتاخده مكان معين كل يوم خميس، وبعدين في يوم خميس خدته المكان تاني المفروض ان يبسطه، هو الطفل ده يزعل جدا جدا لان ده الروتين بتاعه وهو مش عايز يغيره. هنا ناخد بالنا ان الطفل اللي عنده توحد ممكن يكون اصلا بيتكلم، وممكن كمان يكون بيقول جمل، ولكن هو التواصل الانساني اللي مش موجود عنده. يعني الطفل بيتكلم ولكن مش بيتواصل صح مع الناس اللي حواليه. طيب ببساطة كده تعال نحط الاتنين جنب بعض ونشوف الفرق بينهم، تأخر النطق البسيط والتوحد. هنا هنلاقي ان التواصل البصري عند الأطفال اللي عندهم تأخر نطق موجود، ولكن الطفل اللي عنده توحد التواصل البصري بتاعه ضعيف أو مش موجود، مش بيبصلك وهو بيتكلم معاك. فهم التعليمات عند الطفل اللي عنده تأخر نطق بيفهم كويس، الطفل اللي عنده توحد قد يكون عنده صعوبة في فهم هذه التعليمات. اللعب والتفاعل، ودي نقطة مهمة جدا جدا في التفرقة ما بين الاثنين دول. الطفل اللي عنده تأخر نطق بيلعب مع الناس، بيحب يلعب مع بقية الأطفال. الطفل عنده توحد بيميل إلى العزلة، بنقول إن هو يعيش في البابل بتاعته أو الفقاعة بتاعته. الحركات المتكررة نادرة أو مش موجودة في الأطفال اللي عندهم تأخر نطق، ولكن موجودة في الأطفال غالبا اللي عندهم التوحد وبتكون واضحة.
التقليد والإشارة. الطفل اللي عنده تأخر نطق هيحاول يقلدك حتى لو مش قادر يعبر عن ده بالكلام، وهيحاول يشاور. غالبا الطفل اللي عنده توحد ما عندوش الملكة دي. طيب يا دكتور لو احنا شاكين نعمل ايه؟ لو طفلكم متأخر شوية في الكلام ولكن بيتفاعل كويس مع اللي حواليه، في الأغلب ده تأخر نطق بسيط إن شاء الله، والطفل هيحتاج بعض الدعم اللغوي مع أخصائي تخاطب. لكن لو الطفل مش بيتفاعل كويس، مش بيستجيب لاسمه، مش بيشاور، بيتصرف تصرفات نمطية، هنا مهم جدا نعرضه على طبيب متخصص في أمراض تطور الأطفال. وصدقوني من خبرتي كل ما بدأنا تقييم وتدخل بدري كل ما زادت فرصنا إن شاء الله إن احنا نغير مجرى حياة الطفل ده للأفضل. مهم نفهم إن تأخر الكلام لوحده مش كفاية علشان نقول توحد، ولكن مهم كمان ما نستهونش بتأخر الكلام ده لو كان مصحوب بعلامات تانية. لو حسيتوا ان طفلكم مختلف اسألوا، اتحركوا وما تضيعوش وقت. وهشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية اللي هكلمكم فيها عن تمارين وألعاب تساعد على تنمية التواصل والكلام عند الأطفال، وهتبقى بأسلوب بسيط تقدروا ان شاء الله تطبقوه في البيت. أنا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كنز، أشوفكم على خير.